السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. ما تنسينيش بقى في اللايك وشير وكومنت حلو وتشجيع منك ليا. ما تنسينيش في اللايك، ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة وكل الوصفات الجديدة. ان شاء الله كده وصفتنا حلوة وسهلة جدا 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 فوق ما تتخيلي، وهتعمليها بكل أسرارها وتكاتها وبنجاح من أول مرة، وهي طاجن الرز المعمر. بقول لكم بصوا بدوقه كده وبوريكم فلفل وجميل ازاي. تحفة يا بنات، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معايا هنا نص كيلو رز مغسول، وسايباه كده بيتصفى كده لمدة ربع ساعة مثلا، وبنزله كده عندي في صينية فرن. ده طاجن غويط شوية عن الصينية، انت عندك صينية عادي، عندك طاجن فخار حطيه مفيش مشكلة. هنا عندي كده زي نص معلقة فلفل أسمر صغيرة، وهنا عندي رشة ملح. الملح بتاعك بقى يرجع لك بقى، انت عايزة درجة الملح بتاعك ايه بتحبيه اعمليه. وهنا عندي معلقة قشطة كده، مش جايبة قشطة من اللبن ولا حاجة، كان عندي لبن غليته ما شاء الله، لميت الوش بتاعه، مش هشتري قشطة مخصوص يعني. لميت وش اللبن عمل قشطة، ولميته وحطيته كده في كوباية وفي الفريزر. هنا بقى عندي زبدة، وحطيت كده زي معلقتين كبار من الزبدة. هي المعلقة الأولانية كده كانت مخسقة شوية، هي والتانية فقلت أزوده. بصوا بقى ابتدي بقى ان انا اهرسهم مع الرز بتاعي. ولو تمسكيه بايدك كده وتهرسيه كله مع بعضه كده، وتشربي الرز كده بالفلفل والملح والزبدة والقشطة. بصوا تمام. انا بقى ما كانش عندي جلافزي طبعا ولا اي حاجة، فابتديت ان انا ايه اعمله كده بظهر المعلقة. القشطة كانت معايا كده متجمدة شوية، الزبدة حلوة من التلاجة عادي، بس القشطة اللي كانت ايه يعني متجمدة شوية. لو القشطة طازة كده ومع الزبدة مش سايحة كده اهو، يعني باردة كده بس طرية، وتمسكي بقى الرز تقلبيه كله مع بعضه كده، وتشربي الرز كله من الزبدة والقشطة والملح والفلفل الأسمر. هنا كده نص كيلو الرز بيحتاج كيلو لبن. تمام. انا كنت غالية زي نص كيلو لبن كده يا حبايب قلبي، وزودت النص التاني بس نص كيلو لبن، وكان حبة يعني زي مثلا ربع كوباية لبن كده معاه. وزودت بقى بقية اللبن، زودته مية. المية دي ليها فايدتين. اول حاجة، ما لو انت سقيتيه بلبن بس هيطلع يعني ايه معصعص كده، معصعص يعني ايه مش مستوي. تمام. المية مع اللبن بتديله سوا وحلوة، ويخلي معاكي الرز مفلفلة كده، يطلع طري ومفلفل في نفس الوقت. تاني حاجة بتزودي له المية من اللبن عشان لو بتحطيه في الفرن، لما بتحطي لبن بس بيفور جامد، حتى لو انت محمرة الوش بتاعه برضو في الأول فبيفور. اما المية ما بتخليش اللبن يفور معاكي. بصوا بقى كده زودت اللبن وقلبته، وزودت الميه زي كوبايتين الا ربع ميه. تمام. وبقلب كده، شفتوا بقى الزبده والقشطه كده بقى طلعوا على الوش اللبن. واول حاجه هقربه كده من الشوايه، هقرب الشبكه على الشوايه، اخليه ياخد الوش بتاعه الجميل، ما تخلوش يحمر قوي عشان برضو لسه هينزل في الفرن مع درجه الحراره هيحمر. اول ما خد الوش كده نزلته على الفرن من تحت خالص، على الصاجة نفسها مش على الشبكة. تمام. خليته يغلي، وبعد كده ابتديت ان انا اخلي درجة الحرارة متوسطة. طب انا هعرف ان هو استوى ازاي؟ بجيب كده من طرف الصينية او الطاجن بتاعي، واجيب معلقة واشوف، انتش كده حتة من الجنب كده واشوف الرز ها اخباره ايه، استوى تمام. وكده خلاص استوى معايا وجميل ووشه محمر ومفلفل، وطعم الزبدة مع القشطة ما اقولكيش، وسنة الفلفل دي مدية طعمه. جربيه واكتبي لي في الكومنتات، واللي بتنسيش في اللايك. وبشكر كل متابعيني من جميع انحاء العالم. مع السلامة.